تخيلوا انه الديار هذه معروضه للناس باش تكريها، وسخ مدى شبابك مكسره حيوط خايخه، ولا سوين تتراوح بين 500 و 800 دينار. كان لطف بك ربي. يما لا ديار الجدد الموجودين في المناطق الاكثر طلبا وفي الاحياء الراقيه زعما بقداش؟ هون الحكايه تبدا من مليون وتنجم تخلط ل3 و4 ملايين في بلاد السميق فيها ما يفوتش 528 دينار. مرحبا بكم في مرشي الكري. بين 2020 و 2024 أسعار الكري في تونس زادت بنسبة 29%. في تونس الكبرى وفي مناطق كما منوبة والمروج متوسط سعر الكري بتاع شقة S+2 يوصل 900 دينار، بومهل مليون، العوينة 1200 دينار، سكرة 1400 دينار، عين زغوين 1800 دينار، اللاكتو 2450 دينار. وكي نخرجوا من تونس شوية ونمشيو لنابل سنتر مثلا نلقاو المتوسط 960 دينار، المسير 950 دينار، سهلول في سوسة 1150 دينار. أما ربع سكان تونس اللي يعيشوا حاليا في الكري كان ما زادوش طبعا قادرين يدفعوا المبالغ هذه. منظمة إرشاد المستهلك تقول إلي 40% من شهرية التوانسة ماشية للكري. أما كي نقول لكم اللي متوسط الشهري في تونس 924 دينار يظهر لي النسبة تولي أعلى من هكا، والنسبة هذه راهي تعتبر مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى. الفرنساوي مثلا يدفع 19.7% من شهريته للكري، في تركيا المتوسط 23.9%، مصر 14%، السعودية 25%، سويسرا 19.3%، ألمانيا 22.2%، والولايات المتحدة 31.7%. وعلى عكس برشا دول الكري في تونس حر، يعني الملاك هو اللي يقرر الوقتاش باش يكري وقداش باش يكري، بغض النظر العقار متاعه يستحق ولا لا، وينجم يزيدك وقت ما يحب وقد ما يحب إذا ما فماش كونترا بيناتكم. الكونترا اللي قانونيا مش ملزم باش يعمله لك. في دول الأخرى المشرع تدخل باش ينظم حكاية الزيادات والأسعار. في فرنسا مثلا فما حاجة اسمها انكادغمون دي لويي، تحدد سقف الكراء وأي زيادة مربوطة بمؤشر رسمي. في ألمانيا فما ما يسمى ميت برايس بريمز، بالعربي فرمالة الكراء، اللي تمنع المالك إنه يزيدك أكثر من 10% من الأسعار المعمول بها في المنطقة هذيك، بخلاف إنها تلزموا بالصيانة. وقت اللي إحنا في تونس كان ما عندكش كونترا ينظم الحكاية هذم باش تلقى روحك تحت رحمة الملاك، اللي بالمناسبة الله أعلم كيفاش نجم يشري الديار هذوما. وقت اللي فما بعض المواطنين من مهربين وأصحاب مهن حرة يتهربوا من دفع الضرائب ويحطوا الفلوس في العقارات، علما أنه احنا تويكا عنا أكثر من 800 ألف عقار في تونس شاغر، يعني لا محطوط للبيع ولا للكراء. من غير ما نحكيه على الاستغلال الكبير اللي صاير للطلبة خاصة وقت رجوع القراية. حسب لانونس هذه باش تكري بيت في دار في لافايت لازمك تدفع 400 دينار حق كري البيت، 800 دينار كوسيونمون، و265 دينار فخي داجونس. معناها طالب باش يكري بيت لازم يحضر 1,465 دينار في الشهر الأول برك، مع العلم انه البورصه السنوي ما يتجاوزش 1320 دينار اذا كان خذاه. دار ب 700 و750 راهي ولد فرصه بالنسبه للطلبه، خاطر توا الديار انا نحكوا على مليون ومليون و200 ومليون و300 ومليون و500، وصلنا نحكوا على بيت A2 صغيره راهي تفوت المليون راه. من غير ما نحكيو على الاستغلال الفاحش اللي يمارسوا فيه بعض السمساره مع الطلبه اللي ياخذوا لهم فلوسهم من غير ما يقدموا خدمات فعليه. قلت مثلا انت اوكي حاجتك بدار فيها هكا وهكا وهكا، كي نلقى دار تو نكلمك، اما من هنا لك الوقت راني كل شهر ناخذ كذا كذا 250 270. اذا دبر لك دار هاوين وما دبر لكش الله غالب يقول لك راني ما لقيتش، والا كي دبر لك دار مثال دار ب 700 ولا 750 يقول لك تعطيني حتى هنا 700 وتبيع باش تخلص مولاة الدار في ضماد وفي كري، وضماد هذيك اللي 99% ما يرجعش. ولسائل ان يسال الدوله فين في هذا الكل؟ وزعما مش وقايت نعملوا قانون ينظم الكري ويوفر الحمايه القانونيه للكاري وللملاك؟ وانتم كطلبه وعائلات احكيونا على تجاربكم مع الكري وقولوا لنا شنو مقترحاتكم لحل الازمه هذه.